كل اللي اتعلمناه عن تصميم الداتا سنتر السنين اللي فاتت وتحديدا معايير التيرينج والتي اي اي 942 بقى بيواجه اكبر تحدي في تاريخه النهارده. الخبر اللي لسه طازه واللي جاي من اجتماع اللجنه الفنيه تي ار 42 في ساوث كارولاينا الاسبوع الاول من فبراير 2026، يعني من اسبوع من وقت تصوير الفيديو ده، بيقول اننا داخلين على عصر جديد تماما. جاري اليوت السي او لشركه كابيتولاين والخبير اللي بيشارك في وضع الكود الاوروبي اي ان 50600 وايزو 22237 العالمي، قدم مقترح لملحق جديد للمعيار بتاع تي اي اي 942 عشان يلحق الموقف والتطور اللي بيحصل. المفاجاه تم الموافقه عليه ب 18 صوت قصاد صوت واحد بس. يا ترى ايه اللي اتغير؟ وليه اصلا الحلول القديمه اللي اتعودنا عليها في الداتا سنتر ما بقتش تنفع مع اللي بيحصل؟ علشان نفهم القصه، زمان الراك التقليدي في اي داتا سنتر كان الافريج بتاعه من 5 ل 15 كيلو وات. كنا بنعرف نشتغل على الريدندنسي بسهوله عشان نحقق الريتس 3 او 4، يعني لو مسار عندي باظ او كومبوننت باظت التاني شغال. النهارده باكات الجي بي يو بتاعت نيفيديا تتطلب 132 كيلو وات للراك الواحد. الكلام بيقول اننا رايحين لحد ما الراك يكون 1 ميجا وات. متخيلين الرقم ده؟ مش راك، دي داتا سنتر كامله محشوره في كابينه واحده. المشكله هنا عشان نبرد الوحش ده الهواء عمره ما هيكون كفايه، لازم تبريد سائل مباشر، الدايركت ليكويد كولينج، والمواسير اللي داخله غالبا للراك بتكون ماسوره واحده سبلاي وماسوره واحده ريتيرن، يعني مفيش ريدندنسي، مفيش ريتنج 3 او 4 جوه الراك نفسه. الحل اللي اقترحه مستر باري وافقت عليه اللجنه هو تغيير نظرتنا الهندسيه. احنا هنتعامل مع مجموعه الراكات دي كسوبر بود على انها كمبيوتر واحد عملاق. يعني ايه؟ يعني معيار تي اي اي 942 والريتنجز بتاعته زي ريت 3 وريت 4 هنطبقها على البنيه التحتيه اللي بتخدم البود من بره. عايزين مصدرين طاقه؟ تمام، هنوصلهم لحد باب البود. عاوزين تبريد مزدوج؟ تمام، لكن جوه البود نفسه هنعتمد على لوجيكال ريدندنسي. الموضوع ده هو جرس انذار لينا كمتخصصين في البنيه التحتيه للداتا سنترز، اننا لازم نحدث تصاميمنا ومفاهيمنا فورا. الموضوع ما بقاش بس مجرد زياده في الاحمال، ده اعاده تعريف بكيفيه بناء داتا سنتر للمستقبل. تفتكروا ايه هي التحديات الهندسيه اللي هتواجهنا مع الثوره اللي حاصله في الذكاء الاصطناعي لما نبدا نطبق ال 800 فولت دي سي الليكويد كولينج كمعيار اساسي في التصاميم اللي بنعملها للداتا سنترز؟ وهل احنا مستعدين للتحول ده؟ شاركوني رايكم في التعليقات. حاليا هم شغالين مع تي اي اي على اضافه الملحق ده الخاص بالداتا سنترز واللي بيحصل فيها. لو حابين تطلعوا على التفاصيل التقنيه على الرابط اللي تم نشره على الموقع الخاص بتي اي اي، الرابط متاح ليكم في التعليقات.